السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ هانين، نتمنى تكون اموركم كلها بخير وعلى خير. بغينا نطرقوا لواحد الموضوع خطير كيخرب الشباب ديالنا في المغرب واستهدفوا به ولاد الشعب. هو هذا الموضوع هو ديال البوفا. البوفا واحد المخدر خطير تيغزو المغرب دابا، بالاخص في كازابلانكا. كانوا طلقوا الكوكايين وداكشي للمغرب، ولكن هذاك اكثريه الناس اللي لاباس عليهم هما اللي درهم، وتا هادوك اللي شد فيهم ودخلوا الادمان وداكشي ما عندهم فلوس باش يعالجوا راسهم. ما دابا راه الموضوع خطير، استهدفوا به ولاد الشعب ورخيص، ما عرفتش 150 درهم 100 درهم. واللي بغيت نوضح للشباب ان هذا الموضوع، هذا المخدر راه ماهيش اللعب، راه ماشي شي مخدر سهل، راه ماشي هو الحشيش ولا الفاني الاكستا ولا. راه الحشيش تقدر تقطعو، تقدر تصبر ما تكميش في الصباح تحرش بعينيك، دير من الليل من بعد تقطع تصبر واحد السيمانة تحيدو يبقى لاصق فيك الكارو. الكوكايين تقدر الا ما طولتيش فيه ما يشدش فيك، يعني حتى شد فيك راه كاينين الناس لاباس عليهم هما اللي كيستعملوه عندهم باش يداووا. اما هذا المخدر هذا خصكم تعرفوا اول حاجه راه هو الزبل 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 ديال الكوكايين، داك الزبل اللي كيتلاح فيه شبعان ميكروبات، شبعان جراثيم، موسخ، تفادي من غير الاعراض اللي كيدير. خصك تعرفوا واحد الحاجه، هاد المخدر راه ان فوا تستعملو 3 شهور راه يشد فيك، راه ما يطلقكش. والاعراض ديالو راه اول حاجه راه كينشف الدماغ، كيدير ارتعاش في الدماغ، ما يخليكش تعيش نورمال. وان فوا تستعمل واحد المده قصيره غيشد فيك، والوقت اللي غيشد فيك هو في الاول فاش كتستعملو كيدير لك داك، كيخدم لك الهرمون ديال السعاده، وكيعجبك الحال وكتولي عندك واحد الشخصيه وهادي وكتحس براسك راك كاين وهادي. ولكن انفو فاش كيطرفك ما تقدرش ترجع تعيش الحياه ديالك العاديه. ايوا كتولي خاصك تجيبو، وملي غتجيبو اللي الوقت اللي ما يكونش عندك غتولي تصراخ، غتولي تقدر تقتل، تقدر، وكتولي اغريسيف، كتولي كيطلع لك الشراسه، تيخرج الشراسه ديال بنادم. ولا طولتي فيه راه خصك تعرف اول حاجه ما تعيش نورمال، غتولي عصبي، تقدر دير اي حاجه، تقدر تولي ملون، ما تبقاش راجل، الرجوله ديالك راه ما غتبقاش، خصك تعرفها. راه الكوكايين راه كيدير اعراض حتى هو، تيخرب الحيوانات المنويه ديال بنادم. اما هذا راه الرجوله ديالك يضرب لك فيها، راه ما تبقاش راجل، كون على يقين. راه خصك تعرف دوك الناس اللي من الادمان كيتلاحوا لهاد البوفا، من البوفا كيوليو الدكان، من الدكان بنادم كيموت. الله يرحم بها الوالدين يا الشباب، والله راه كنهضر معكم بحرقه من القلب ديالي، اقسم بالله العلي العظيم. راه ما معاش اللعب، هاد المخدر ما معاش اللعب، راه صعيب 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 بزاف. حذار يا الاخوان، بعدوا منه، سيروا ترينيو سيروا ترينيو. راه هذا راه ما يدير لك حتى شي، ما يحل لك حتى شي مشكل، وغادي يخرج عليك وما معاش اللعب. راه كاين شي واحد اخر ديرو واحد اللحظه تعيق ترجع لله، هذا راه انفو غطول فيه واحد شويه راه مشيتي، راه كيمشي لك مع الدم. الله يهديكم الاخوان، الله يرحم بها الوالدين، الله يرحم بها الوالدين الشباب. بعدو من هاد الزبل هذا راه ما خدامش، راه صعيب صعيب صعيب، وباقي ما عارفيش اعراض. وتا بنادم ما عارف عليه والو، كتجي وكتستعمل الحاجه، راه هذا ماشي بحال المخدرات الاخرين. احسن بعدو. وكنتمنى من السلطات تا هما يتدخلوا ويشوفوا ما ديك الولفه وديك عن السبع. راه شي وحدين عاودوا ليا كدوز ولاو دريات دراري صغار شباب، كتكون دايز بنادم ما بقاش عنده، وتولي يقول لك نتناقشوا في هذا الشيء، راه كارثه، راه كارثه. راه صعيب هذا الشيء، الله يرحم به الوالدين بعدو. راه هذا راه خصكم دخلوا الانترنت وشوفوا الاعراض ديالو، وشوفوا الناس راه تولي بحال الزومبي، اقسم بالله تولي بحال الزومبي. هذا اما ما مشيتيش للحبس ولا ما قتلتيش شي واحد راه غادي تنتحر. اللي عنده النفس راه غادي ينتحر، اللي ما عندوش النفس راه غيولي من هذوك الملولين. والله واخا هذا الموضوع ما كيضحكش. حذيو راسكم. وبعد راه الانسان راه فاش كيف نقولوا بالدارجه باش كيتقطع راه يولي اي حاجه يديرها.
يقدر يبيع راسو ويبيع الله يسر. هذاك الشيء راه صعيب ما معاش لا. وخو الاخوان والله هذا الشيء مؤسف مؤسف بزاف، والسلطات خصها تدخل. هذا الشيء راه بزاف، راه هذا الشيء راه يخرب الشباب، اخاص في كازا راه بان ليا بنادم بزاف. راه مازال المخدرات اخرين الناس اللي لاباس عليهم راه بحال مثلا كنقولوا في الدارجه، بحال دابا الحشيش كاين اللي لاباس عليهم كيديروا كاليتي مزيان، واخا انا ما كنزعم لا حتى شي حاجه. مازال هذاك الشيء ديال الحشيش وداك الشيء راه بنادم تيكون لاباس عليه كيكون كاليتي مزيان، وداك الشيء ما كيأثرش باش كاع تيكمل. كيبان لك بنادم تيوكسطا الحشيش، راه الحشيش هو اللي نهضروا حنايا تياكل بالدارجه كنقولوا الفرشاخه، كيما داك الزير هو داك الزبل يديروا فيه الروزينه، يديروا فيه الشبع، يديروا فيه التخربيق، راه بحال هكاك ديال البوفا. البوفا راه قاتل، راه مخدر قاتل. الله يرحم به الوالدين، بعدوا من هذا. سيروا ترينيو، راه التخدير وداك الشيء راه ما خدامش اقسم بالله. راه دابا الشباب مساكن كيشوفوا شي واحد كيدير كيسحبوه راه زعما راه عايش. راه بنادم ما تيكون ما مرتاحش كيدير داك الشيء، وداك الشيء هو كيزيد شي على شي، او كيدخل بنادم الاكتئاب. كيدخل دابا تقدر بنادم راه يطول شويه راه ما يقدرش يبقى يدخل يتخلط مع المجتمع، راه يولي شاد على راسو تينتحر ولا يقتل راسو ولا يتسطى ولا ما حدا يولي خصو الفلوس باي طريقه باش يجي باش يرجع داك لا دوز اللي كان فيه. وهذا راه ما قدرش تلقاك، والله ما تلقاك. الله يرحم به الوالدين بعدهم من هذا الشيء. ونطلب من الاخوان ماشي على قبلي انا بارطاجيو، صيفطوا الفيديو، صيفطوا بارطاجيو الماكسيموم، صيفطوا في واتساب، ديروه في فيسبوك، ديروه باش كلشي بنادم يعرف الخطوره ديال هذا المخدر. هذا المخدر راه ما معاش اللعب، والله ما مع اللعب، راه صعيب بزاف بزاف. وما هادشي ماشي غير انا دخلوا، راه كاين دابا كاين الانترنيت، دخلوا شوفوا قلبوا شوفوا الاضرار ديالو، شوفوا منين كيجي ومن هذه ماشي تجيو بنادم تستعمل. انا التخدير كامل انا ضده، ما بغيتكمش ديروه، ولكن هذا راه خطير بزاف 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 بزاف. الله يرحم به الوالدين بعدهم هذا الشيء. وبارطاجيو مع الخوت ما كرهتش انا، كلشي عرف هاد الاعراض ديال هادو، دخلوا قلبوا تشوفوا الاعراض. والله يرحم به الوالدين، عاونوا الشباب. كنتمنى من السلطات والسي الحموشي يدخلوا يشوفوا ديك كازا، راه ولات كارثه. هذيك المنطقه ديال الولفه راه ولات نقطه سوداء. والله الله يهديهم، الله يهدي الشباب، والله يصاوب للجميع. تحياتي للاخوان، الله يعاون حتى في فيديو اخر ان شاء الله. وواحد النقطة أخرى بغيت أنا السلطات المغربية تدخل فيها باش تكونترولي هذيك الأفارقة. راه فاش كيجيو راه هما السبب فاش كيدخل لا كوكايين لا هاد البوفا لا هاد الزبل كامل. كونتروليو اللي خدام، حنا ماشي ضدهم، اللي باغي يخدم اللي باغي يحسن الوضعية ديالو نديرو ليهم بحال هنا في أوروبا كيديرو ليهم كامب، كيديروا لهم واحد الواحد كيوعيهم، يدير لهم اندماج، يعرفوا كيفاش شنو باغيين. شوفوا بنادم اللي عندهم الدبلومات اللي قارين اللي هادي، اللي ما عنده زبال ولا يجيب لنا هاد المشاكل صيفطوا الزبال بحالهم. راه بحال دابا الناس اللي جاو من على طريق تركيا دخلوا لالمان، لا سوريين لا افارقه لا اي واحد شدوا بنادم. كانت بحال دابا الالمان كانت طالبه قبل ما يدخلوا هادو كانت طالبه 6000 واحد كانت تجيبهم من المغرب. من دخلوا لهم هذوك ترياو بنادم، شدوا الاطباء، شدوا الناس اللي مزيانين هادو اللي غيحتاجوهم، شي الاخر طلقوا بزبات طلقوا لاوروبا. ما كرهتش انا المغرب حتى هو بحال هكا يجمعهم في واحد الكاب، ما يخليهمش في الشوارع بحال هكاك، يولي الكريسات الشفراء، يولي داكشي تولى السلامه ديال المواطن ما بقاتش هي هذيك. شدوا بنادم اللي باغي اللي مزيان اللي قاري واللي داير يستافدوا منه، اللي ما كاينش يصيفطوا بحالهم. راه هنايا نيت راه كاينين شي وحدين راه عطاهم كاع الوراق وداكشي، ولكن اللي كيدير المشاكل وداكشي راه تيدخلوه في لا ليست نوار، حتى تيجمعوهم كيجمعوا واحد المجموعه كيصدروا الزبل كيلقاها بالجنسيه ديالو صيفطوه بحالو. والانسان اللي صالح راه يشدوه ما فيها حتى باس. حنايا نعاونوا اي واحد، حنا المسلمين معروفين عندنا كنعاونوا، ولكن باش يجي بنادم يخرب لك الدوله ديالك وتبقى تفكر الدول الاخرين اليونيسيف وهذه كناخذ مساعده عندنا ما نقدروش نهضروا معاهم لا. كنتمنى السلطات تاخذ واحد الموقف ويشدوا الناس هما يجمعوهم في واحد البلاصه وحده، ويشوف كل واحد يبصمات ديالو ويعطيو واحد الورقه باش يدور، حتى لا طرات شي حاجه يعرفوا شكون. هما كيتشابوا دابا طرا شي حاجه ما تعرف حتى شكون. يشوفوا اللي صالح يبقى مرحبا به،
بغى يبقى في المغربيه ديك، بغى يديرنا حنا ليسكا ولا كما طريق اخرى الله يسهل عليه، ولا ما خدامش يمشي بحالاتو. ماشي حنا نشوفوا الدول اخرين ونخربوا الشعب ديالنا. الشباب ديالنا راه كيضيع، وبالاخص دابا هادي رخيصه وبنادم ما واعيش، راه بنادم راه غادي في الخراب. والله يهدي ما خلق وصافي. وهذا الفيديو كنتمنى من الجميع يبارطاجيه في الواتساب في جميع الوسائل التواصل، ماشي على قبلي انا، باش بنادم يعرف الخطوره والاضرار ديال هذا المخدر. وتبارك الله على الاخوان كاملين، والله يحفظ الشباب ديالنا ويخلينا الملك ديالنا.